الفنان كريم فهمي طلع في لقاء قبل كده واتسأل على هنا الزاهد بما انها كانت طليقة اخوه، فاتسأل كده كام اسئلة شخصية. فتعالوا نشوف كده رد قال ايه. اول سؤال اتسأله المذيع قال له: هل حاولت انت وزوجتك تصالحوا بين هنا واحمد؟ يقصد زوجته طبعا اللي هي دانيا، اللي هي تبقى بنت خالة سالي عبد السلام، المذيعة سالي عبد السلام، وهي طلعت قبل كده وقالت ان هي تبقى بنت خالتي. فبيسأله بيقول له: هل حاولت انت وزوجتك ان انت تصلح ما بينهم، انه يعني مثلا ما تخليهمش ياخدوا قرار الانفصال، او بعد حتى ما انفصلوا ان هم يرجعوا عن القرار ده ويرجعوا لبعض تاني؟ فهل حاولتوا انتوا الاتنين تصلحوا ما بينهم؟ فراح قال له ورد عليه قال له: الموضوع ده انا مش حابب اتكلم فيه، لان اي حد يخصنا او كان يخصنا ما ينفعش نتكلم عنه في برامج، وهي تخص اخويا. فراح المذيع قال له: اديك قلت تخص اخوك مش تخصك انت. فقال له: ما اللي يخص اخويا يخصني. فراح بعد كده سأل المذيع قال له: طب بكل صراحة، لو انعرض عليك عمل بطولتك انت وهنا هتوافق؟ فراح قال له: بص، اصل هو العمل ده اللي هيتعرض عليا اكيد هيكون بتاعي انا البطل، فهي بقى اللي تشوف هل هيبقى مناسب ليها ولا لا، ولو موافقة على دماغي ما عنديش اي مشكلة خالص. فراح قال له: اعتبر ده غرور منك، يعني ان انت شايف ان انت البطل يعني. فراح قال له: والله ابدا، ما هي كانت مترشحه الفيلم دي معايا، بس حصل ظروف. قال له: يعني معنى كده انك موافق تشتغل معاها في اي بطوله او اي مشروع ممكن يجي قدام؟ قال له: اه عادي، هي ممثله شاطره، دي ممثله شاطره جدا كمان. فراح المذيع لاحظ ان كريم فهمي هو بيجاوب، يعني بيجاوب بغضب او باين على وشه الغضب او الاستفزاز يعني. فراح قال له: ليه حسيت ان استفزك السؤال وكاني انا بقول لك احكي كلام سلبي عنها، يعني اشتم عليها وكده؟ فراح قال له: ولا سلبي ولا ايجابي، لان كل الناس عارفه ان في مشاكل، فمش هقعد بقى ازوق في الكلام يعني عشان اقول اني بطل الابطال واني مش غلطان، فهضطر اتكلم عن حد دخل بيتنا وكان مننا، وده مش طبيعي. لكن في الاول وفي الاخر هي ممثله زميله فقط، وليها كل الاحترام، ومش مجال اني اطلع اتكلم عليها في البرامج، لانها كانت تخصني وتخص اخويا في وقت من الاوقات، فهي تتشال على الراس. بصراحه كلامه محترم جدا، وانا حسيت ان هو بيلمح برضو بكلامه ان يقصد ان هنا كانت بتطلع تتكلم عن المشاكل دي في البرامج، فهو عايز يقول ان يعني اللي كانت بتعمله هنا ده كان غلط، بس احنا مش هنعمل زيها. ايا كان مين الغلطان او كده، ما حدش هيقدر يحكم، لان دي حاجه ما بينهم هما الاثنين، فمش هنقدر نعرف مين الصح ومين الغلط. بس انا بحترم جدا في كل الاحوال ان الناس اللي ما تتكلمش على بعض بشكل وحش، وخصوصا في البرامج. يعني خلاص ما حصلش نصيب، خلاص يعني يبقى كل واحد في حاله. لكن فكرة الكلام في البرامج بحس الموضوع بيكبر زيادة عن اللزوم، وبيخلي الطرف التاني يبقى مستفز اكتر ويبقى يحصل مشاكل اكتر. فهنا الزايد على قد ما هي طيبة وجميلة وانا بحبها جدا جدا، بس انا شايفه اني مش من يعني شايفاها ان هي ما كانش احسن حاجه ان اللي عملته ان هي طلعت تتكلم عن الموضوع في البرامج، حتى لو هي لمحت تلميحات بسيطه من غير ما تخش في تفاصيل. لكن كان الافضل ان هي تسكت خالص، او ما تتكلمش عن الموضوع في البرامج عشان خاطر الدنيا ما تزيدش اكتر. هما الاتنين يعني كابل كان جميل جدا، ربنا يوفق.